بعد عام من نشوب الأزمة مع الجزائر على خلفية انقلاب موقفها من الصحراء الغربية لصالح مقترح المخزن للحكم الذاتي، ظهرت إسبانيا في ثوب الخاسر الأكبر، وتمكنت الجزائر خلالها من تنفيذ انتقامها بإجراءات لم تستطع مدريد الرد عليها. صحيفة الأنديبندنت الإسبانية قالت في مقال مطول لها بمناسبة مرور عام على الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومدريد أن البلد الشمال الإفريقي انتقم بطريقته من إسبانيا، من منطلق أن إسبانيا صارت تشتري الغاز بأسعار أغلى. زاد من حدتها إغلاق أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يمر عبر المغرب، وأيضا تمكنت من منع مدريد من أن تبيع الغاز الذي تستورده من الجزائر إلى المملكة المغربية. الصحيفة الإسبانية تحسرت على ما آلت إليه علاقات مدريد بالجزائر، حين أشارت إلى أن العلاقات المؤسساتية والاقتصادية بين البلدين ممتازة إلى غاية أن قام قصر المونكلوا مقر الحكومة بالإعلان عن موقفه الجديد بخصوص الصحراء الغربية، ومعه تغير كل شيء بشكل جذري. كما تبرز المبادلات الثنائية بين الجزائر وإسبانيا كواحدة من مظاهر الانتقام الذي لم تستطع مدريد الرد عليها، حيث شهدت صادرات إسبانيا نحو الجزائر توقفاً شبه كلي منذ جوان 2022، ما تسبب في خسائر قدرتها هيئات رسمية بأكثر من 770 مليون دولار، طالت أكثر من 600 شركة تنشط في الجزائر أو لها علاقات تجارية معها.